ازيكم يا جماعه، وفيديو جديد من واسمه وليالي الابطال. ليالي الابطال المره دي غير اي ليله. ريال مدريد وليفربول. ريال مدريد بيأكد معلومتين. المعلومه الاولى ان في حاجه اسمها شخصيه البطل، بس دي مش موجوده في عند حد الا عند ريال مدريد. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه ان في ليالي الابطال لا مثيل للريال. هنتكلم في خماسيه ليفربول، هنتكلم في ايه اللي حصل في ماتش انتر ونابولي، وهنتكلم في ماتش السيتي. والماتشات دي كلها اعمل لنا لايك شير سبسكرايب، ويلا بينا نبدا. عندنا كلام كتير قوي هنقوله في الفيديو ده. خلينا نقول ان الماتش ده كان ممتع جدا، ماتش ريال مدريد وليفربول. وامتع حاجه فيه ان انا واحد من الناس قاعد مش بشجع اي حد، انا قاعد بستمتع بالكوره الصراحه. والماتش كان جامد جدا من الفريقين في الشوط الاول. في الشوط الثاني الماتش كان يعني تقريبا ريال مدريد كان لوحده، وهنتكلم. خلينا نبدا في الشوط الاول. ان ليفربول بدا الماتش اصلا بضغط عالي جدا في الانفيلد والجماهير وكل الشغل ده، فكان الصراحه حاجه ممتعه جدا في الشوط الاول او في اول تلت ساعه من الماتش. بدا على طول جون نونز الجامد قوي بكعبه، صلاح عملها له حلوه جدا. وعلى طول الجون الثاني صلاح حطه من خطا من كورتوا. فكان الصراحه الفايبز جامده جدا بتاعه الماتش، وبتاعه الماتش كان مولع حرفيا، و2-0 ليفربول. فكان كل الناس تقول لك لا ده ليفربول خلاص والموضوع انتهى وبتاع، وليفربول رجع يا جماعه ومش عارفه ايه والكلام ده كله. الى ان حصل نقطه التحول. من وجهه نظري ايه هي نقطه التحول في الماتش؟ هي خروج الابا. ليه نقطه التحول؟ لان نزل مكانه ناتشو ناس كتير جدا، وانا واحد من الناس اول ما نزل قلت بس ده الراجل ده ملط، وصلاح هيحط الثالث والرابع من ناحيته. بس اتضح ان لا، هو لما نزل ناتشو هو زق كمان كامافينجا يروح يبقى موجود جنبه يعني في نفس الناحيه، وقفله كويس على صلاح. ده غير ان ناتشو اصلا ايمن، فقدر ان هو يحتوي صلاح جدا. ان الراجل صلاح لما بيجي له الكوره بيلم على شماله، فهو الراجل بيقابله باليمين بتاعته، فالموضوع بيبقى سلس جدا. فصلاح حرفيا يعني ناتشو كان حاطه في جيبه، انا اسف جدا بس ده اللي حصل. ناتشو كان حاطه في جيبه. اللي حصل كمان ان الريال لما تقدم يعني بعد ما جاب فينيسيوس الاول في الثاني الكلام ده كله، لعيبه الريال ما كانتش بتتهور زي ليفربول. يعني كنا بنشوف اي هجمه ليفربول بنشوف ارنولد وروبرتسون طلعوا يعني بطريقه مش طبيعيه. انما لما تشوف الكوره في رجل ريال مدريد في نص ملعب ليفربول، بنشوف ان ناتشو واقف بهدوء جدا. حتى لما كارفاخال بيزيد ويروح، فالفيردي بيرجع يغطي. حتى لما ناتشو بيطلع يروح، مودريتش بيكون هو اللي موجود او كامافينجا. فالموضوع راسي جدا في ريال مدريد. اللعيبه عارفه هي بتعمل ايه، اللعيبه حرفيا عارفه هي بتعمل ايه. فينيسيوس في وقت من الاوقات انا كنت حاسس ان هو بيلعب ليفربول لوحده. بنزيما ما كانش احسن حاجه في الشوط الاول، بس في الشوط الثاني الموضوع اتحسن جدا. وهي دي ميزه ان يكون عندك واحد زي فينيسيوس، الراجل من ربع فرصه يعني، من مساحه قد كده بيقدر ان هو يحط جون، بيقدر ان هو يستغل خطا اليسون وكورتوا امبارح. يعني ما اعرفش كانت الاستاف عامله ايه، بس كانوا الاثنين بيعلوا على بعض جامد يعني. فاللي حصل في الشوط الاول يخليك تسال سؤال: ايه الخلل اللي حصل في ليفربول؟ الخلل من وجهه نظري ان بعد الجون الثاني ما كانش فيه هويه للعب. يعني الفرقه ما تفهمش هل هم هيفضلوا في الضغط العالي بتاعهم وفي 2-0، ولا هيرجعوا يتقهقروا ويستنوا ريال مدريد ورا ويلعبوا على المرتدات. وده فضل الموضوع ده شغال لحد التعادل. شفنا كمان الكوره لما بيحصل تحولات لعب، لما الكوره بتتجمع في ناحيه وتتقلب الناحيه الثانيه. يعني شفنا كتير قوي صلاح وارنولد وهندرسون موجودين في ناحيه ويحولوا الكوره الناحيه الثانيه. فالناحيه الثانيه دي انت المفروض ان داروين والراجل جاكبو بيخشوا للعمق، وبالذات داروين لانه كان بيلعب امبارح وينج شمال ولعب في ماتش نيوكاسل وينج شمال، فبيضم للعمق. فانت المفروض ان يبقى عندك لعيب رقم 8 يخش هو يستلم الكور دي، لان بصراحه المساحات كانت يعني غبيه جدا عند الريال. لان كارفخال كمان ما كانش في احسن حالاته امبارح في الشوط الاول على مستوى الدفاع. فكنا بنشوف روبرتسون بيكسب كل الكور دي، بس بيكسبها بلا هويه، يعني ما كانش بيعمل بيها حاجه. فده اللي حصل في الشوط الاول. في الشوط الثاني انا حسيت ان ليفربول ما نزلش الملعب الصراحه. في الشوط الثاني حاجه حصلت ما اعرفش ايه اللي حصل، بس اللعيبه ارتباك، ما فيش شخصيه، ما فيش اي حاجه. الشوط الثاني شفنا الاخطاء بتاعت جو جوميز وفان دايك، حاجات يعني تموت من الضحك، حاجات كوارث. اليسون برضو نفس الموضوع، حاجه تموت من الضحك. مفيش نص ملعب، مفيش دفاع. روبرتسون وارنولد قلبوا الدنيا ضحك امبارح الصراحه في الشوط الثاني. فما كناش شايفين اي حاجه في الشوط الثاني الا اخطاء اليسون واخطاء الدفاع. وشفنا الجون الثالث بتاع ميليتاو، جون بلاي ستيشن جدا الصراحه، يعني حاجه مش طبيعيه. والجون الرابع بتاع بنزيما، والجون الخامس اللي لبس يعني رأس الفرقه كلها وحطها، كان جون جامد قوي برضو الصراحه. فكان ماتش ممتع يوريك قد ايه اي فريق عادي يقدر ان هو يخسر 2-0 وما يرجعش فيها، او ما يرجعش في النتيجه، او ممكن يتعادل يعني اخر حاجه يعني. انما الفريق اللي مش عادي اللي هو ريال مدريد قدر ان هو ياخد 2-0 في اول تلت ساعه، وبعد التلت ساعه ما خلصت قدر ان هو يرجع 1 2 3 لحد ما جاب 5 تجوان. فهي دي فعلا شخصيه البطل، واللي يقول غير كده هو يعني شخص ما فهمش حاجه من وجهه نظري. هل بقى ليفربول يقدر يعمل حاجه في العوده والريمونتادا والكلام ده كله؟ ده هنعمل له حلقه بس لما يقرب ماتش العوده. انما خلينا في نابولي وانترخت فرانكفورت. نابولي قدر بره الارض ان هو يكسب مكسب. اعتقد ان الموضوع خلص بالنسبه لنابولي يعني، وان التاهل اتحسم ونابولي في ربع النهائي من وجهه نظري باللي شفته امبارح.
نابولي كمان، الميزه اللي عند نابولي ان نابولي فرقه متكامله، يعني فرقه فيها اسماء محترمه جدا الصراحه، وكلهم عندهم جماعيه هايله جدا في اللعب. كفاراتسخيليا واوسيمان عاملين بصراحه ثنائيه خطيره جدا. فانا شايف ان هم بمنظرهم ده هيوصلوا لابعد مدى في البطوله، مش بعيد نشوفهم في الفاينل خالص. اما على مستوى السيتي وبورتو وانتر، فانا بصراحه يعني انا بصور وقت الماتشين، فانا مش عارف ايه اللي حصل. السيتي شفت الشوط الاول بس كانوا متقدمين على لايبزيج، ودي نوعيه الماتشات اللي السيتي بيكسبها في دور 16 وفي دور الثمانيه وفي دور الاربعه. بقى نشوف السيتي هيقابل حد من الكبار يخرجوا، ده كالعاده يعني. وبس هو ده كان كل اللي عندنا النهارده. عندنا ماتش تقيل جدا، برشلونه و مانشستر يونايتد في العوده، هنتكلم برضو عليه بكره ان شاء الله، وان شاء الله طبعا نكسب. دعواتكم. بس هو ده كان كل اللي عندنا النهارده. اشوفكم الفيديوهات الجايه، اعملوا لايك شير سبسكرايب. سلام.